يا ترى العيب في التربية اللي أنا ربيتها لبنتي، ولا العيب في المجتمع اللي حوالين بنتي هو اللي مأثر عليها ومخليها إن هي مختلفة عن زمايلها؟ خليني أقول لكم الرسالة اللي جاتلي من الأم دي كانت كلها إحساس بيعبر عن إيه بنتها بتضيع منها. في البداية خليني أقول لكم اللي ما اشتركش معايا على قناتي يشترك وما ينساش يعمل لايك ويعمل شير لأصدقائه عشان خاطر أسمع آراء الناس كتير، لأن الموضوع ده تقريبا بيبقى في كل بيت أي أم بتحس بيه، والأم أكتر واحدة بتحس بالموضوع ده. الرسالة كالتالي: أم قالت إن في عيد ميلاد واحدة صاحبة بنتي، فقررت إن أنا أنزل مع بنتي عشان خاطر أروح أجيب لها الهدية دي. أخدت بنتي ونزلت عند بتاع فضة وكنا هنجيب منها حاجة، واحنا أول ما دخلنا لقينا بنتين داخلين في سن بنتي بالظبط، بس للأسف البنتين كان شكلهم غريب جدا. كانت أقل واحدة فيهم حاطة 6 حلقان في ودنها، لدرجة إن كانت في واحدة فيهم ودنها مليانة عفونة. كان المنظر مقزز، ده غير إن هما كمان راسمين وشم على جسمهم. وأول ما دخلوا الراجل قالوا له إحنا عايزين نركب في مناخيرنا حلقان. طبعا البنت كانت مسبهلة، وانا كنت الصراحة شايفة ان البنات في السن ده وعاملة الكلام ده كان موضوع صعب بالنسبة لي ان انا اشوف بنات في سن بنتي عاملين كده. بدأ الراجل في تركيب الحلقان في مناخيرهم. اول واحدة مناخيرها جابت دم، التانية المفروض كانت تخاف، ومع انها ما كانتش خايفة خالص فقررت ان هي تكمل وتلبس في مناخيرها. المهم الراجل خد باله من بنت ان هي واقفة كده ومندهشة من اللي بيحصل. اول ما البنتين ركبوا الحلقين في مناخيرهم راحوا طالعين. الراجل راح سأل بنتي على اسمها، قال لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي مروة. قال لها بصي يا مروة، انت تعرفي وقت ما اجي اختار لابني واحدة يتجوزها هختار واحدة زيك، واحدة ببراءتك وجمالك. ما كملناش كلامنا لقينا ام البنات جاية تجري من العربية وتقول انا ماليش دعوة، انا عايزة اركب في مناخيري زي ما ركبت البناتي. فطبعا الراجل ضحك جدا وقال لها طب خلاص هاتي كانولا وتعالي ركبها لك. ركب لها زي ما هي طلبت بالظبط، وراح بص لمروة وقال لها ايه رأيك يا مروة؟ ما تعديش على البنات، عدي على امها. خدت بنتي ورحنا على طول، يا دوبك غيرنا البيت ورحنا عيد الميلاد ودخلنا قعدنا شوية. عايز اقول لكم ان عيد الميلاد كان كله بنات في سن بنتي بس ما كانوش لابسين. كنت مستغربة، بنتي قاعدة جنبي وانا شايفة كل الاطفال اللي موجودة في عيد الميلاد مش لابسين حاجة خالص. حسيت ان انا في مجتمع غريب. فجأة لقيت صحاب بناتي جايين بيقولوا لها يلا بينا تعالي ارقصي معانا. راحت صاحبتها التانية راحت قالت لها ايه انت هتقوميها ايه، دي اخرها طالعة البدر علينا. فطبعا بصيت على بنتي وبصيت على البنت لقيت الوضع مش تمام، فرحنا عملنا الواجب ورحت واخدة بعض انا والبنت ومشيت. بس طول الطريق شايفة بنتي ثابتة ما بتتكلمش لحد ما روحت البيت وهي برضه زي ما هي. فدخلت على بنتي وقلت لها انت مالك في ايه؟ قالت لها يا ماما مفيش حاجة، ده العادي، ده العادي عن طريقة لبس المختلفة عن زمايلي، ده العادي ان موبايلي اللي بزراير اللي معلهوش فيس ولا قادر اعمل فيس، ده العادي ان كل شوية صحابي بيتريقوا عليا. فطبعا الام كانت حاسة بحاجة بتتبعها في قلبها ان بنتها بتقول لها الكلام ده. ردت عليها امها وقالت لها يا بنتي انا قادرة اجيب لك احسن موبايل واحدث موبايل واعمل لك اكاونت على الفيسبوك، بس انا عايزاكي كده، عايزاكي ببراءتك وجمالك وطيبتك. الام هنا بتسأل بتقول تربيتي انا اللي غلط ولا المجتمع اللي حواليه بنتي هو اللي غلط؟ ما تنسوش تقولوا لي رايكم في موضوع زي ده، لان الموضوع ده فعلا شائك وبيبقى موجود في كل بيت. وبفكركم تاني اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وما تنساش تعمل لايك وتكتب رأيك في الكومنت. اشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله.